طيب القصة بدأت لما جبت الورقة دي. الورقة دي عبارة عن I-20. الورقة دي بتديها لك الجامعة لما تتقبل منها. أنا بعد ما جات لي الورقة دي اتقبلت، أثبتت للجامعة إن أنا أقدر أتحمل التكاليف. ده كله كوم يا رجالة، والكوم اللي جاي أسوأ بكتير لأنه هو السفارة الأمريكية. طيب كان عندي خيارين. أنا زي ما قلت في فيديوهات كتيرة أنا مصري مولود في الكويت. في وقت ما جبت القبول من الجامعة أنا كنت في الكويت، بس كانت أجازة الصيف وكان لازم هننزل مصر. فإيه اللي حصل؟ انا التيشيرت ناروتو ده مضايقني، ون بيس عم. كان قدامنا خيارين، يا اما اروح في السفاره في الكويت يا اما اروح السفاره في مصر. هو في الحقيقه كان خيار واحد ان انا اروح السفاره في مصر، لان كلنا عيلتي كلها مسافره مصر. بس ابويا ابو مهدي مش سهل يعني، محنك. قال لك ايه؟ قال لك لو رحت السفاره في مصر العدد كبير، 120 مليون، اكيد في ناس كتير مقدمة، اكيد الاجراءات هتبقى اغشم. في مصر اكيد بيركزوا اكتر، لكن في الكويت كلها 5 مليون والكويتيين كلهم بيطلعوا بعثات على الدولة نفسها، فالموضوع هيبقى اسهل في الكويت. وفعلا دي حقيقة يعني، ابو مهدي بيبص لقدام. فيعني هو المفروض تقول ابو عبد القوي، بس انا بقول ابو مهدي. المهم اتبقى انا وابويا واخويا في الكويت، وكان كل اصحابي سافروا، وكان فعلا الشارع كئيب وكل راح مصر. انا قاعد لوحدي انا وابويا، وقدامنا حاجه ان احنا نجيب الفيزا. الكلام ده كان في شهر 7، عشان في نفس الوقت ده من سنتين. فالمشكلة ايه؟ ان الجامعة في امريكا بتبدأ شهر 8 وانا خلصت الثانوية على اخر شهر 6. فيعني ما كانش في وقت، كان الدراسة تبدأ بعد شهر بالظبط، وانا ما معيش الفيزا، ما معيش حاجة. دخلت على الموقع عشان اجيب مقابلة الفيزا، اكتشفت ان ما فيش اي مقابلات لغاية اخر شهر 7، واللي هو ده مستحيل يعني. انا في اخر شهر 7 ما حجز طيارة، هفوت موعد بداية الدراسة واضطر استنى سنة. ده كان الواقع، ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه، لغايه ما في يوم بالصدفه انا كنت عامل فولو الانستجرام السفاره الامريكيه، لقيتهم نزلوا فتح مواعيد مقابله الاف 1 للطلاب. ده كان يوم، وفي يوم نهايه اسبوع، وحاجه غريبه، حاجه طلعت من اللا شيء، بس ستوري من الحساب الموثق. فانا دخلت ملينا دي اس 219 اللي هي استمارة طويلة كده يا رجالة ومرعبة، بيقعدوا يقولوا هل انت ارهابي؟ انت دخلت في مرة منظمة ارهابية؟ انت بتعرف تعمل قناة؟ المهم ملينا الاستمارة الدي اس 219 وكل ده، واهلي كلهم في مصر، انا وابويا واخويا الموجودين. ابويا راح دفع ثمن المقابلة، استنى انا اروح اجيب له شو الورق. فابويا راح دفع تكاليف المقابلة واللي هي 51 دينار. هبقى احط لكم الفلوس هنا بالمصري، مش هيكفي. دي الفاتورة. فالمهم يعني راح دفع الفلوس بتاعت البنك وبس. بقى عندي 3 ايام اجهز فيها للمقابلة. فانا عملت ايه؟ كلمت واحد صاحبي، ده دايما اللي بعمله انا، الحمد لله واقع في احسن صحاب في الحياة. كلمت واحد صاحبي اسمه عمران ده اخويا. فعمران عملنا ايه؟ بقينا نروح قهوة 12 ساعة في اليوم ونقعد نتدرب على المقابلة. انا قعدت اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، بس دي كان في مشكلة في فيديوهات اليوتيوب، كل اللي بيتكلم يا اما عنده 50 سنة يا اما عنده 60 سنة. ازاي بيتكلم عن فيزا الطالب؟ انا معرفش. هو انت يعني انت بتتكلم عن مقابلة انت عملتها من 50 سنة، ولا انت رحت الجامعة وانت عندك 50 سنة، ولا بس بصراحة كانوا بيقولوا ان هم انا اشتغلت في سفارة امريكية، انا مش عارف ايه، انا اعرف التفاصيل، وده حقيقي. المهم فادوني، بس ما كانتش برضه، كان محتاج اتفرج على اكتر من فيديو. فما كانش فيه فيديو نفس اللي انا بعمله ده دلوقتي، اللي هو الطالب بيحكي قصته وبيقول لك النصايح. المهم اكمل لكم. فانا وعمران كنا بنقعد في القهوه 12 ساعه نتدرب المقابله، وبقعد اتكلم انجليزي معاهم. طبعا المقابله كلها بالانجليزي. عملنا الموضوع ده، قعدنا يومين والله. وعمران كان يعني، حتى افتكر لكم موقف كنت بقول له ان انا وابويا بس اللي قاعدين، اهلي راحوا مصر، انا وابويا قاعدين بس نروح نجيب فيزا. في مره اهله طبخوا لنا اكل، طبخوا لنا صينيه اكل كامله وادوها لنا، ويعني والله كانوا، عمران ده في القلب يعني لو بيتفرج على الفيديو دلوقتي. اللي حصل ان جاي يوم السفاره وانا صحيت بدري، رعب. الموضوع فعلا شعور مرعب. كل اللي انا عملته حاجة، والساعتين اللي جايين دول هيحددوا مصيري في الحياة، فشعور ضغط. المهم صحيت الصبح انا وابويا يلا يابا يلا يابا، انا جبت اللبس وهظبط نفسي وكله جوه تمام، يلا نعمل اتفاق عليه. انا واخويا طبعا شجعني، محمد مهدي لسه بعت لي فلوس من شويه. رحت انا وابويا السفاره. فعلا السفاره شكلها مرعب. السفاره بتبقى كأنها، او على الاقل في الكويت، كان مبنى ضخم يعني.
باتساع مدرستين جنب بعض مثلا ولا حاجة كده، حاجة كبيرة جدا يعني. المهم على البوابة قال له انتوا جايين ليه؟ يعني قبل باركنج السيارات حتى. وريناهم الورقة دي، استنوا برضه اجيب لكم الورقة. وريناهم الورقة دي اللي هي الفيزا كونفرميشن. ده كان يوم 30/7. اوه 30 فعلا، كان مش متبقي اي حاجة عن الدراسة تبدأ. كان يوم سبت زي ما قلت لكم، اجازة نهاية الاسبوع. المهم دي كان الابليكيشن كونفرميشن. قلنا لهم عندنا مقابلة فيزا. قالوا طيب. دخلونا وبعدين ركننا السيارة وابويا جاي يدخل. قالوا له لا، الشخص اللي هيتعامل مع المقابلة بس، مع ان هم في الموقع كاتبين ان انت لو اقل من 18 سنة انت محتاج والدك معاك. كان عمري 17 سنة بس مش مهم. ابويا قاعد بره وبص لي كده اللي هو قال لي يعني بالتوفيق، بس بالتوفيق بالتهديد يعني. تمام. قمت بصيت له كده قلت انا داخل اجيبها، داخل اجيب الفيزا وطلع تاني، مش هتبقى حوار. قعدونا كده، كنا حوالي 31 طالب. قعدونا في مكان حوالي ربع ساعة لغاية ما يجهزوا، انا مش فاهم بيجهزوا ايه. وبعدين دخلونا السفارة. وهنا الموضوع كان في دبابة بس اعتقد دي دبابة من حرب الخليج، بس مش مهم. كان في دبابة محطوطة وكان في على الارض خطوط مرسومة، خطوط بألوان مختلفة، أخضر وأحمر وأصفر. فقال لك امشي على الخط الأخضر تقريبا، مش فاكر بالظبط. الخط الأخضر ده الناس اللي عاملة فيزا طالب، فالخط الأزرق تقريبا مش عارف فيزا سياحة، الخط فيزا شغل. المهم يعني في طرق مختلفة. فبدأنا نمشي على الخطوط دي. قبل ما ندخل أي مبنى بيدخلونا غرفة كده، وكان تفتيش صعب يعني. أنا كنت لابس ساعة كارتيه، كانت ساعة غالية، ساعة فعلا غالية. مسكوها فكوها قدامي، ولا لما تفك ساعة زي دي بتخلص نص سعرها يعني. راحوا فكوا الساعة ويعني بهدلوني تفتيش، اللي هو يا رجال انا عندي 17 سنة يعني. بس مش مهم. فدخلونا طبعا كل اتفتش مش انا بس، ويعني كان في ناس بتفتش الولاد وكان في ناس بتفتش البنات. احنا كنا حوالي 26 ولد والباقي بنات و5 بنات. اول حاجه ودونا حته كده، مش فاكر كنا بنعمل ايه، بس اللي هم جمعوا ورقنا مع بعض. بس كانوا طالبين صوره بمقاس غريب كده، اللي هو المقاس ده وسيم والله. المهم خلونا نعمل الصورة دي في الملف مع الكونفرميشن مع الدي اس 219. بعدين دخلونا الشباك اتأكد ان ورقنا كامل. وبعدين وقفنا في طابور يا جماعة، طابور كده طويل، خد الدبس وسيد خلاص. واخره شباك ازاز. شباك الازاز دي في بنت، وبنت مش كبيرة يعني. ده الغريب، في الاغلب اللي بيعمل معاك المقابلة دي قنصل السفارة هو المسؤول. بس تقريبا عشان كان يوم غريب، كانوا عايزين الطلاب يمشوا بسرعة عشان الجامعة تبدأ. فكان في بنت صغيرة هي اللي بتعمل، بنت عندها 25 سنة مثلا. فتمام دخلونا، بدأنا ندخل واحد واحد. ورعب، أنا ببص كده على نهاية الطريق في شباك إزاز وراه بنت وبيتكلموا بالتليفون، نفس في عسل أسود. Do you have HR letter? Do you have bank statement? شباك ازاز وبيتكلموا بتليفون كأننا في سجن يعني. المهم فماشيين الناس، ماشيين واحد واحد واحد. انت لما بتتقبل او بتترفض بيدوك ورقه حمراء او خضراء او صفراء، ومعناها ان انت تقدر تيجي بعد وقت. بس انا ما اعرفش قوي برضه تفاصيل عشان اتقبلت، اعرف بس الورقه الخضراء. اللي حصل ان هم بداوا يدخلوا واحد ورا واحد ورا واحد. كل شويه حد ياخد ورقه صفراء. انا بعيد عنهم مش سامع هم بيقولوا ايه، بس قاعدين ياخدوا ورقه صفراء والكل قاعد يترفض. هتنصب على مين؟ صفر يا دموك انت روخر مش عارف. طب وحياة لما وحياتي لا صفر. وانا مش فاهم في ايه. فانا كنت في الاخر ليه؟ عشان انا لما دخلنا نعمل الكونفرميشن ده انا قلت انا عايز اروح الحمام. فرحت الحمام، وعلى فكره فتشوني لما جيت ادخل الحمام. دخلت الحمام. المهم دخلت الحمام ببص لقيت مفيش شطافه. وده كان مقدمه للقصه اللي هتحصل بعدين يعني، شفتوها طبعا. المهم انا رجعت وكنت حوالي في اخر الطابور يعني، كانوا ورايا طالبين ولا حاجه. قابلت واحد صاحبي، مش صاحبي يعني، هو كان في ولد كويتي. كان وقفنا احنا الاثنين جنب بعض في الطابور، فبدانا نتكلم يعني شباب وبنتكلم. فقعد الولد يديني نصايح بما ان اخوه في امريكا، وقعد يقول لي اوعى تقول كذا واوعى تقول كذا. النصايح اللي هقولها لكم في اخر الفيديو، اوعى تقول كذا واوعى تقول كذا.
وتمام يعني كان ولد عسل والله. فكله تمام، بدأنا ندخل واحد ورا واحد ورا واحد. فالولد ده كان ورايا واحنا دخلنا والشباك الازاز زي ما قلت لكم. تقريبا كانت اخر بنت راحت اخذت الورقه الخضراء. فانا قلت اهو شغال يعني الناس بتتقابل يعني. المهم يعني هي الست دي ما عندهاش بس ورقه صف. المهم بدأنا لغايه ما بقى في واحد قدامي وانا بقيت اللي جاي. الولد راح وبدأوا يتكلموا. الولد انجليزيته كانت احسن من انجليزيتي 30 مره يعني، كان احسن. كان بتاع هو كان ولد هندي. فتمام بدأوا يتكلموا. طلبت منه ورقة اسمها كشف الحساب، ووريت الورقة متبص كده. قالت له طب انت ما لا تستطيع تحمل تكاليف الولايات المتحدة. طبعا المقابلة بالانجليزي بس يعني اقول لكم بالعربي. قلت له you can't afford the US. قال لها بس انا ابويا عنده بيزنس وفلوس داخلة وفلوس طالعة ومش عارف ايه. قالت له ما تهزرش، ما انت لا تستطيع تحمل تكاليف الولايات المتحدة. قال لها بس مش وبدأ يعيط الولد وانا وراه اللي هو. اتنادت على جنود، والجنود جم مسكوا الولد من كتفه. بدأوا ياخدوه. الولد قاعد يقول لا بس انا والله مش عارف البتاع اللي بعده. انا بس اللي مش عارف. انا اللي كنت بعد. فانا في اللحظه دي عرفت ده رحت في داهيه اللي هو احي. المهم مشيت لها وقلت لها هاي، ما تقتلنيش ما تاكلنيش. قالت لي هاي ايه الاخبار مش عارف ايه. قلت لها انا تمام الحمد لله. قالت لي اسفه على اللي من شويه. قلت لها لا ولا يهمك ولا يهمك. مش ممكن تبقى الفلوس، مش ممكن فعلا ابو عنده بيزنس زي ما انتوا ما قلتش كده طبعا. المهم قالت لي انت رايح فين؟ قلت لها يونيفرسيتي اوف كنتاكي. قالت لي رايح تدرس ايه؟ قلت لها رايح ادرس. انا رحت كولج اوف انجينيرنج، هشوف بقى ايه اللي هيعجبني هناك. طيب وبعدين دخلتني في حوارات طويله. انت ازاي جيت هنا ومش عارف ايه وايه 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 ورحت فين وريت منين ومش عارف ايه وبتاع. قلت لها انا الاول على مدرستي في الكويت. قالت مش عارف ايه. قعدت المقابله 40 دقيقه وانا مش هشرح لكم كل الكلام اللي اتقال فيها عشان هو كان بس ضغط. كان حرفيا انها بتضغط عليا وبس. وحتى دخلت في محورات طويله. قالت لي انت عايز تدخل كمبيوتر ساينس ليه؟ قلت لها والله بعرف اتعامل مع الاجهزه. يعني ليه الموضوع فيه مستقبل. قالت لي طيب تعرف سي بلس بلس؟ قلت لها اعرف سي بلس بلس. بدات تسالني اسئله برمجه جوه المقابله وانا طبعا ده ما كنتش متوقعه، بس انا شاطر في البرمجه فجاوبتها ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين في نص المقابله كده فالبنت بصت لي كده، بصت لي في عيني حرفيا، بصت لي في عيني بدون اي يعني هزار يعني، ما كانتش بتهزر. بصت لي في عيني وقالت لي تعرف تعمل قنابل؟ اللي هو هلا ايه اللي انتي قلتيه ده؟ انا عندي 17 سنه. اللي حصل بعدين ان انا لما رحت سالت اصحابي في امريكا يعني قالوا لو حد سالك كده انت تقدر ترفع عليه قضيه توديه في داهيه. بس ده مش حقيقي، انا متاكد انها سالت كل الناس كده. انا بصيت كده وسكت، ما فهمتش ما عرفتش اعمل ايه. وسكت مده لقيتها بتبص لي كده. قلت خلاص انا اترفضت يعني. انا سكت مده، انا سكت لاني اتخضيت، ما فهمتش ايه الموضوع، ما فهمتش ازاي سالتني السؤال ده يعني. هو ايه الضحك وانا فين يعني؟ هو انا في السفاره الامريكيه بس ما توقعتش يعني. ما حدش قال لي على اليوتيوب انها ممكن يسالوك انت بتعرف تعمل قنابل. انا قمت بصيت كده وقلت لو قلت لا دلوقتي هترفضني يعني. وانا سكت كده مده ليه. قمت بصيت في الارض كده ورفعت وشي وقلت لا يعني على حسب الحجم يعني. انت لو ما اقدرش اعمل قنبله تفجر مبنى، بس انت لو حطيتي بيضه في ميه مغليه مده كويسه هتتفجر. دي اجابتك يعني. لا انا ما بعرفش اعمل قنابل بس يعني بتاع. قامت البنت ضحكت. الفكره انها ضحكت جامد واستلطفتني يعني. فبعدين بعد الحوار ده المقابله كانت اسهل بكتير. كنا والله يا رجاله انا بقول لكم في مره جيت قعدت تعتق كده ما فهمت. كانت قعدت تسالني اسئله كتير، بصت لي وبكل حنان يعني قالت لي مش مشكله او حاجه زي كده، او قالت لي ما تخافش او حاجه زي كده. المهم خلصنا المقابله وادتني الورقه الخضراء وقالت لي هاخد انا باسبورك وهيوصلك بعد اسبوع واللي هو تحيا مصر يا رجاله. اللي هو يحرق ابو القوه. طلعت بالمناسبه وانا طالع كنت فرحان قوي. بمشي بعدت عن الخط اللي مرسوم لطلاب الفيزا. واحد ضابط كلمني من فوق سور وقال لي انت طلعت ليه؟ او بصوت عالي بالانجليزي وبتهديد يعني بسلاح. قمت انا بس كنت واخد الورقه ووريت له الورقه بعد احط له صوره الورقه. اخدت الورقه وبس كنت فرحان. قال لي طيب مبروك.
وامشي على الخط. قلت له باشا. طلعت واللي هو فرحه مش طبيعيه. اول ما طلعت من السفاره ماشي عادي كده، مش اللي هو شويه متضايق. اما ابويا بص لي كده وقال لي بعد ما طلعت، ابويا بص لي كده وقال لي ها بشر. قلت له مش قلت لك انا داخل اجيبها وادي. قام ضحك وقال لي طيب تمام، يلا تعالى عايز تفطر فين ومش عارف ايه. الكلام ده كان الصبح، ورحنا فطرنا في حوالي. بس المهم احكي لكم، وانا طالع قبل ما اركب السياره لقيت الولد الكويتي طالع اللي واقف جنبي. فانا نزلت من السياره اسلم عليه يعني عيب. فقام قال لي ها بشر. قلت له جبتها. قال لي وانت بشر؟ قال لي ما جبتهاش. قال لي ما حدش اتقبل. قلت له هلا ليه ما حدش اتقبل؟ انت بس تقريبا. قلت له لا انا شفت بنت اتقبل. قال لي يبقى انتوا بس الاثنين بس اللي اتقبلتوا. ان احنا كنا 31 طالب مفيش غير 2 اتقبلوا، ولو تلاحظوا ولد وبنت، فده معناه انها كان عندها تعليمات اقبلي ولد واحد وبنت واحده بس. فده رعب عشان تعرفوا السفاره صعبه قد ايه. من 31 طالب انا وبنت بس اللي اتقبلنا. انا قلت له انا اسف ومش عارف ايه. قال لي عادي هقدم بعد 6 شهور ومش عارف ايه. قلت له تمام. بعدين ركبنا انا السياره ورحت انا وابويا وفطرنا فلافل احتفالا يعني، ورجعنا وبس. هي دي القصه. فانا اقول لكم بقى ايه النصايح اللي انتم محتاجينها عشان مقابله الفيزا. شوفوا، اول حاجه اوعى تتامرك. ما تبقاش امريكاني. ما تجيش لابس تيشيرت عليه امريكا. والله ناروتو لابس تيشيرت عليه امريكا. ما تجيش يا مان الصاب مش عارف ايه. انت هتكلم القنصل. انا كان حظي ان انا كنت بكلم بنت التانية. بس المهم يعني ما تجيش متشابهن. ما تجيش ان انت امريكي يعني انت عربي. تمام؟ انت عربي، انت مصري، انت كويتي، انت سعودي، انت عراقي. انا كنت لابس ايه؟ هحط لكم صورة اللي انا لابسه عشان تعرفوا فورمال الى حد ما، لانها مقابلة برضه. طيب ده 1. 2، اوعى تديهم اي تلميح ان انت هتقعد في امريكا ابدا. حتى لو انت هتقعد، حتى لو انت جاي تقول ان انت رايح دراسه وبعدين رايح تقعد في امريكا، اوعى تديهم تلميح ان انت تقعد في امريكا. والكلام ده اتقال في عسل اسود بالمناسبه، اللي هو حاجه مضحكه يعني. انت رايح طالب وراجع تاني. انا رايح طالب وهتسالك، هتقول لك انت ليه اخترت التعليم في الولايات المتحده؟ الاجابه الوحيده في البرمجه او اجابه عامه ان التعليم في امريكا احسن بكتير، ومعظم الشركات اجنبيه وهتكتسب لغه، فالتعليم في امريكا احسن بكتير. فدي حاجه تانية. تالت حاجه اوعى تكذب. يعني شايف السؤال اللي فات ده ماشي، انا رايح ادرس وراجع تاني. بس لو سالتك حاجه تانية، يعني الاسئله اللي لها علاقه بالنوايا دي ماشي، بس لو سالتك حاجه تانية اوعى تكذب فيها. سالتك مثلا هل انت قدمت قبل كده وقلت لها لا، هترفضك. عشان هما كل الاسئله او 98% من الاسئله اللي بيسالوها بيكونوا عارفين اجاباتها. فسالتك هل قدمت على الهجرة قبل كده، هل قدمت على اللوتري، لازم تجاوبها. ممكن ده يقلل نسبة قبولك، بس ان انت تكذب هيعدم نسبة قبولك. رابع حاجة، حاول تبقى طبيعي. في الاول وفي الاخر اللي بيعمل معاك المقابلة ده انسان زيك. هو بس يعني عايز يضمن ان انت مش هتروح تعمل مشاكل او مش هتروح تعمل اي حاجة. فبس حاول تبقى طبيعي، حاول تبتسم، حاول تبقى لطيف. يعني بشر وتعاملات البشر ده الحاجات اللي بتجيب لك صحاب واللي بتجيب لك ناس. وبس. شكرا على المشاهدة. دي القصة، وبالتوفيق لأي حد بيقدم على الفيزا، ويلا اطلع برا.